نادية نادية، اصحي يا حبيبتي، اصحي يا نادية. ايه ده؟ فيك ايه يا روحي؟ لا لا يا نادية، كده ما ينفعش يا بنتي، ما ينفعش. احنا لازم نعمل حاجة. لازم تخرجي من اللي انت فيه ده. احنا بقالنا اسبوع على كده من ساعة اللي حصل. بابا فين؟ انا اللي قتلت بابا. بابا فين؟ بابا عايش يا نادية، بابا في المستشفى وفي امل. السبب انا اللي ضغطت عليه، انا اللي ما فكرتش غير في نفسي. انا عايزه بابا، انا عايزه بابا، مش عايزه حد غير بابا. اهدي يا نادية، اهدي. انت اللي ضغط على نفسك، انت اللي مش شايله نفسك ذنب ان انت اللي عملتي ده. فطبيعي جدا انك تحلمي بكده عشان الواقع بيصوره لك في صورة حلم. بعدين خلي بالك كلامك ده بيوجعني، بيحسسني ان انا السبب. نادية، لا بابا ما كانش عايز يجوزنا، ما كناش اتجوزنا حتى لو السما اتطبقت على الارض. كفايه تضغطي على نفسك وعلى كل اللي حواليكي، حتى مامتك قلبها موجوع عشانك. ده يعني بدل ما نساعدها ونقف جنبها في اللي هي فيه، نشيل عنها الهم، هم بابا اللي في المستشفى، وهمك يا حبيبتي، وهم كريم اللي في الحجز. يلا يا حبيبتي، احنا بقى من النهارده لازم نخرج من الاوضه دي. يلا نفطر معاهم. انت مش بتصدقيني؟ صدقيني بقى، بابا هيخرج وهيبقى زي الفل.